التجاعيد بقى من الحاجات اللي السيدات بتقلق منها جدا حتى من قبل ما تظهر، فاحنا محتاجين ان احنا نعرف وصفات طبيعيه ازاي نأخر ظهورها. مش عايزين نلجأ بقى لكريمات يكون ليها اضرار تانية، عايزين وصفات طبيعيه بيها نقدر ان احنا نقلل التجاعيد. نقدر؟ طبعا نقدر. كويس. معايا ضيفتي استاذه ندى الهمشري، خبيره الاروما ثيرابي وخبيره العنايه بالبشره والشعر. استاذه ندى اهلا بيكي. اهلا بيك يا شيماء. فكره الاروما ثيرابي او ان احنا علاج عن طريق ان احنا النباتات او عطر النباتات، ادينا فكره بالتفصيل اكتر عن يعني فكره هذه الطريقه يعني من العلاج، وايه اكتر النباتات او اشهر النباتات اللي احنا ممكن نلجأ ليها ونستخلص زيوتها لعلاج بعض الامراض. ما ينفعش نتكلم على الاروما ثيرابي وما نقولش ان جدودنا المصريين القدماء هم كان ليهم الاولويه طبعا في الحضاره ان هم يستخدموا الاعشاب والزيوت العطريه في مجالات الطب، العلاج الطبي والتجميلي والطقوس الدينيه كمان. فالزيوت العطريه في عصر القدماء المصريين كان ليها اهميه قصوى، وكان عندهم بالفعل معامل على اعلى مستوى لتقطيع واستخلاص الزيوت والمستخلصات العشبيه. ايوه. يعني عايزه اقول يعني علاج وتجميل. علاج وتجميل، وكانت الزيوت بيستخدموها في المعابد بطرق معينه، وكان عندهم زيوت مقدسه زي زيت اللوتس، وكان في زيوت تجميليه طبعا اساسيه معاهم بيستخدموها في العلاج وكانت مشهوره جدا زي زيت الورد، زيت زهرة اللوتس، زيت القرنفل، زيت الخروع اللي مقلوب عليه الدنيا دلوقتي ومحسسنا في استراليا وامريكا في الابحاث اللي عملوها مؤخرا. أيوة. ان هم اكتشفوا انجاز علمي ازاي زيت الخروع مفيد في مجالات طبيه كتير وتجميليه. ده القدماء المصريين جدودنا قالوها من زمان قوي يعني. أيوة. فالعلم الاروما ثيرابي مش علم مستحدث، علم قديم واصيل، وحاليا واحنا في 2023 وداخلين على 2024 العالم كله حاسس انه عامل طفره تجميليه، ان هو بيرجع للطبيعه تاني والمواد الفعاله الطبيعيه مره تانيه. واحنا ده زي ما بتقولي كده الاروما ثيرابي يعني مصري اصيل من مصري اصيل. مصري اصيل. طيب خلينا نقول ايه اشهر النباتات اللي احنا ممكن بنستخلص زيوتها وبتعالج ايه؟ اوكي، يعني مثلا عندنا زيت شجره الشاي وده بيستخلص من ساق الشجره، لان الاستخلاص طريقه الاستخلاص وجوده الزيت هو اهم حاجه في فعاليته. يعني انه من اي منطقه من النبات وطريقه استخلاصه، يعني في زيوت بتستخلص بالغمر، في زيوت بتستخلص بالتقطير، يعني طرق الاستخلاص يعني بتختلف مش كلها واحده. وفي زيوت بتستخلص من البذره، في زيوت بتستخلص من الورقه، في زيوت بتستخلص من الزهره وهكذا. وفي من الساق الشجره زي ما احنا قلنا زيت شجره الشاي من افضل واجمل واقوى المواد الفعاله المطهره الطبيعيه سواء للبشره او الشعر. تطهير من اي فطريات، من اي بكتيريا ضاره، زيت شجره الشاي. عشان كده هتلاقي في منتجات كتير، اي حد عنده حبوب مسام واسعه، حتى لو حد عنده قشره او فطريات في فروه الراس، هتلاقي افضل حاجه ان هي تستخدم منتجات بشجره الشاي. كويس. وزيت النعناع، زيت النعناع من الحاجات برضو لايام القدماء المصريين كانت مشهوره جدا جدا، لان هو بيعمل انتعاش هايل جدا في البشره، كانوا بيستخدموه للبشره وبيستخدموه للشعر وبيستخدموه في بعض الخلطات اللي بيعملوا بيها زي ما بنقول ايه كمادات طبيه لمشاكل جلديه معينه. اوكي. عندنا زيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا برضو من ايام القدماء المصريين، وحاليا برضو معمول ابحاث محسسنا ان هم عملوا حاجه جديده واحنا جدودنا قايلينها من زمان قوي. زيت الجوجوبا بشرتنا بتترجمه ان هو كولاجين طبيعي، فما بتحسش ان في حاجه غريبه داخله عليها، فبتمتصه بشكل هايل جدا. وفي ناس حابه اعلق بس ان يقول لك اصل الزيوت وهتضر البشره. انت لو جايبه زيوت نقيه مظبوطه وتستخدمي نوع الزيت المناسب لبشرتك انت، وبالنسب المظبوطه، عمرها ما تضر. بالعكس، هي افضل حاجه معاها الباركود لبشرتك. لو نقيه ومش مختلط بيها حاجه، مش مخلوطه بحاجه، هتبقى عمرها ما هتكون. والنسب كمان. بس احنا بتقولي كمان ان احنا نختار المناسب للبشره. خلينا نفهم شويه، يعني لو بشره دهنيه ايه مناسب ليها وايه لا، ولو جافه برضو نفس تمام. يعني احنا لو عندنا بشره دهنيه فيها مسام واسعه، فيها بثور، عندنا بعض الزيوت المهمه جدا ان احنا نقدر نستخدمها. قلنا اولهم زيت شجره الشاي، زيت النعناع، زيت الزعتر، زيت الريحان. دي زيوت
هايله جدا لنوع البشره دي، لان هي اولا بتعادل البي اتش بتاع البشره، بتنظم افراز الدهون في البشره، بتموت الحبوب لو في حبوب موجوده في البشره، بتموتها بدون ما تسيب اثر، ودي نقطه مهمه جدا. انا مش محتاجه كريمات فيها كورتيزون تضر بشرتي على طول احطها، وكريمات فيها انتبيوتيك من غير ما ارجع للدكتور احطها على الحبايه. احنا لو استخدمنا زيت شجره الشاي بس على الحبايه هتروح في خلال 5 ايام. نستخدمها كل يوم؟ كل يوم على الحبايه، على الحبايه نفسها. ونسيبها مثلا فتره النوم ولا امتى يعني نقدر نستخدمها من مرتين ل3 في اليوم كمان، مفيش مشكله ما دام بعمل مساج على الحبايه نفسها. دي للبشره الدهنيه مثلا معرضه للحبوب. طب تاني هنقول البشره الدهنيه، زيت شجره الشاي، الزعتر، النعناع، الريحان، ماشي، النعناع والريحان وكمان معانا زيت الشاي الاخضر غير شجره الشاي. ايوه. والشاي الاخضر بيستخلص من الورق بتاع الشاي الاخضر نفسه، فيه كميه مضادات اكسده هايله جدا، وبرده بيعالج معايا الحبوب وبيعمل تقلص للمسام. حلو ده. فده من دول كده اللي بشرتهم دهنيه يقدروا يستخدموا زيت شجره الشاي، زيت الزعتر، زيت النعناع، الريحان، والشاي الاخضر. طب لو البشره جافه بقى؟ لو بشره جافه انا هفضل هنقول ترطيب عميق للبشره. فهنستخدم زبده الشيا، زبده الكاكاو الخام، احنا معانا هنا نموذج منها ممكن نوريه للناس، هنعملها دلوقتي. ماشي. فاحنا زبده الشيا، زبده الكاكاو الخام، زيت جوز الهند البكر اللي هو بيتجمد، اللي هو لو حطيتيه في التلاجة بيقلب ابيض خالص. يبقى صعب ان انت تطلعيه، وبره لما يتعرض للحراره بيقلب اويل، زيت خالص. ده الزيت الجوز الهند المظبوط. نقدر برضو دول نرطب بيهم بشرتنا باستمرار، بس مش وانا بتعرض للشمس طبعا. اي زيوت طبعا مش واحنا في الشمس او الرطوبه او كده. طيب بنحطهم ازاي برضو؟ قولي لنا المده. ناخد اولا ما بنحطش من الحاجات دي كميه كبيره. انا يا دوب اخد حاجه قد الحموصه الصغيره، اعمل بيها مساج على كف ايدي كده الاول، ادوبها، وبعد كده ابتدي اطبطب على بشرتي واعمل مساج للبشره. وفكره المساج دي مهمه جدا عشان اخلي البشره بسهوله تمتص المواد الفعاله الطبيعيه اللي في الزيوت دي، فتبتدي تعمل معايا ترطيب للبشره. والترطيب مهم، اللي انت قلتيها شهيره، فكره البشره الجافه هي اكتر بشره بيظهر فيها تجاعيد مبكره. ايوه، يعني نروح لموضوعنا بقى. اللي هو التجاعيد المبكره اول سبب، يعني ده سبب مهم جدا ان انا بسيب بشرتي تجف، وجفاف البشره بيعمل غمقان في البشره، لان في الاغلب الجفاف بيقلب معايا في بعض الاحيان بالتهابات، فبيقلب معايا بغمقان. وارجع اعالج بقى مشاكل تاخد مني وقت طويل. لو حافظت على الترطيب بالمكونات الطبيعيه اللي قلنا عليها دي، يعني هتلاقي بشرتها راحت في حته تانية خالص. طبعا. بس احنا بنستخدم يعني زبده الشيا، زبده الكاكاو، زيت جوز الهند، كل واحد مستقل يعني. نقدر كل واحد طب مستقل. الفرق بينهم ايه يعني؟ الفرق بينهم ان كل واحد فيهم اولا ملمسه مختلف، امتصاصه، درجه امتصاصه في طبقات الجلد بتكون مختلفه. دي نتيجتهم واحده بقصد ولا لا في كل حاجه بيبقى لها الخاص بتاعتها، فعشان كده مديه 3 خيارات، كل واحده ليها فيها الفيتامينات الخاصه بتاعتها. فانا بدل ما هستخدم مرطب طبيعي واحد في نسبه 20% فيتامينات، ماشي، فيها اويل، فيها فيتامين كي، فيها كذا فيها كذا، تمام، لا انا هستخدم كذا وكذا وكذا. فانا خدت كل بالتتابع، يعني مثلا كل يوم نحط نوع مختلف، او مثلا في اليوم مره الصبح اعمل بدي وبالليل اعمل بدي. حلو. يبقى للبشره الجافه زبده الشيا، زبده الكاكاو، وزيت جوز الهند. مظبوط. حلو قوي. طيب كنت هتعملي لنا بقى ماسك ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل ماسك دلوقتي. فكره الحقن بقت هوسه البنات طبعا، ومن سن صغير جدا، وده مضايقني. صح، عايزين الحاجات طبيعيه. الحاجات الطبيعيه مهمه قوي. حتى الحقن البوتوكس انا مش ضده، في مثلا نجمه جميله من نجماتنا الحلوين اللي بنحبهم هي شغلها يتطلب ده، انما مش مريح للعين ابدا ان انا الاقي البنات في الجامعه حقنين ونفخين وكده. حلو جدا ان هي تهتم ببشرتها، بس نهتم بطريقه طبيعيه. فكان مهم قوي ان انا اقول معاكي النهارده يا شهيره ان في بدائل طبيعيه للحقن على فكره، والله فعلا حقيقي، بس محتاجه ان احنا نهتم ونلتزم. وفكره اصل ده هياخد وقت، انما دي حقنه، ما الحقنه دي شويه وجسمك هيكون اجسام مضاده، والنتيجه اللي كنت بتشوفيها اول مره حقنتي
مش هتشوفيها بعد ثالث مره بتروح. ولا رابع مره. صح. يعني في ناس بيوصلوا تقول لي انا حقنت النهارده، تاني يوم انا ما عملتش حاجه. بيوصلوا للدرجه دي، وبترجع لازم تصبر وقت معين، وبترجع يحطوا مواد تانية او تستخدم نوع بوتوكس تاني مختلف عشان يكون الجسم لسه مش متعرف عليه. فمعانا بوتوكس طبيعي بقى، بوتوكس طبيعي وفيلر طبيعي هيملى معانا الخطوط الرفيعه اللي في البشره، وفي نفس الوقت هيعمل شد لافتنج للوش، وفي نفس الوقت هيعمل ترطيب حلو جدا للبشره. ولو عندنا خطوط عميقه اللي هي بتبقى حفر بقى، خلاص اتحفرت الوش، هتتحسن، ما بتروحش خالص، بس هنتحسن. شوقتينا احنا فيلر وبوتوكس طبيعي ده، يعني احنا معانا. احنا التجاعيد بتظهر ليه غير ان البشره جافه؟ يعني هل في اخطاء معينه بنقع فيها بتؤدي ان ممكن التجاعيد تظهر اكتر من ما كان المفروض تظهر؟ بقى هقول لك بقى، عندنا سببين ملناش يد فيهم خالص. اللي هو اول سبب السن. طبيعي جدا ان احنا كل ما نكبر في السن هنلاقي تجاعيد. الشطاره فين؟ الشطاره ان في واحده تبقى في الاربعينات تقول لها شكلك 30 سنه، وفي واحده في السبعينات تقول لها شكلك 60 سنه. هي دي الشطاره. أيوة. ده الصح، ان احنا نأخر يعني مش هنلغيها، صعب نلغيها، لكن بس وشك دايما لازم يدي سن اصغر من سنك الحقيقي الموجود في البطاقه. حلو. هي دي المهمه، دي شطاره الست. ايوه، انها تأخر شويه. وفي حاجه تانية ملناش يد فيها، الجينات. يعني هتلاقي مثلا الجين بتاع الناس الاسيويين زي الكوري مثلا، الجين الكوري، هتلاقي التجاعيد عندهم بتظهر متاخر قوي، ما بيظهرش عليهم العدد زينا. طبيعه بشرتهم كده، طبيعه جيناتهم كده. زي طبيعه الناس الافارقه، ذوات البشره الداكنه قوي، الداكنه جامد، مش الوان بشرتنا احنا، ماشي. هتلاقيها برضو بيظهر فيها التجاعيد قليله، مش زينا تلاقي بشرتهم على طول مشدوده. ايوه، مفيش التجاعيد والخطوط القويه اللي عندنا احنا. هتلاقي المصريين او العرب بيظهر لنا محظوظين دايما محظوظين. هتلاقي التجاعيد، بشرتنا بتتاثر جدا بالعوامل السلبيه، وجيناتنا بيظهر لنا تجاعيد على طول. بس محظوظين برضو ان احنا معانا حلول اهو طبيعيه، معانا حلول طبيعيه مصريه اصيله. ايوه، دي سببين احنا ملناش علاقه بيهم. في بقى اسباب تانية لينا علاقه بيها. اول حاجه اهمال النظافه، اهمال الحمايه، اهمال الترطيب، اهمال المساج. 4 ضلوع. اوكي، لو نظافه وترطيب ومساج وحمايه، او نحميها بقى من الشمس، حمايه سان بلوك. سان بلوك ده اساسي في حياتنا. أيوة. ونستخدمه مظبوط، انه لازم يكرر كل ساعتين عشان اخد الحمايه بتاعته. ده مهم جدا صيف شتاء. النظافه، ان انضف بشرتي كويس، حتى لو بحط الكحل بس لازم انضف بشرتي كويس جدا عشان ما تسببليش غمقان. فده حاجه مهمه جدا. المساج بقى، وانا بحط الترطيب بتاعي، يعني ما احطش واجري. طب وانتي بقى بتقولي لنا كده نقول بقى عشان وقتنا. انا حابه اوري الناس بس. دي زبده الكاكاو الخام. ماشي. اولا بتبقى ناشفه جدا، بس احنا هنقشر حته صغننه كده. ماشي. اولا ريحتها شوكولاته، انا حباكي تشمي على ما انا احط بقيه الحاجات. معانا زيت الورد. ايه ده؟ كاكاو فعلا؟ زبده كاكاو خام افريقي. ده زيت ورد. هنحط بقى على المعلقه الصغيره دي حوالي 10 نقط زيت ورد. ماشي. 10 نقط زيت لبان الدكر. وما ادراك ما لبان الدكر في علاج التجاعيد. تخيلي بقى لما يبقى زيت اروما كده خام مستخلص من لبان الدكر. اوكي. اللافندر من الحاجات المصريين القدماء ذكرت كتير في برديات كتير جدا في الاستخدامات التجميليه والعلاجيه. في كميه مضادات اكسده رهيبه، مضادات اكسده زياده على بشرتك، يعني تاخري تجاعيد قوي. الجليسرين النباتي، والجليسرين النباتي مهم قوي. هو بس هيبقى تقيل معانا شويه، هو كده لزج شويه، ماشي. الجليسرين النباتي فعليا بيملى الخطوط بشكل واضح وسريع. بعد كده معانا الجوجوبا، اللي بشرتنا بتترجمه ان هو كولاجين طبيعي زي اللي موجود فيها بالظبط، فبتاخده بالحضن كده. يعني بتاخده بالحضن على طول. انت بتحطي من كله حوالي 10 نقط؟ حوالي 10 نقط من كل حاجه على معلقه زبده بس الجوجوبا هنحط منه 20 نقطه، ماشي. هنعتبره زيت حامل هنا. نزود شويه. هنزود شويه. طيب هنقولهم تاني. احنا معانا معلقه زبده الكاكاو، عليها بقى زي ما قلنا حوالي 10 نقط من لبان دكر لافندر. انا هقلبه كده عشان الكاميرا برضو. ورد وجليسرين نباتي. اوكي. لبان دكر، لافندر، جوجوبا. وبنزود ما قلنا من وزبده الكاكاو الخام. هي بس هتاخد عشان التكييف. بس احنا لو عملنا كده
انا كمان هي الزبدات الطبيعيه تدوب اكتر على كف في حراره عشان ايدينا. حراره الايد. ماشي، هنبتدي ندوبه كده، وبعد كده هنعمله ماسك للوش على بشره نظيفه. بس طريقه الماسك مهمه جدا جدا يا شهيره. انا مش محتاجاكي تعرضي وشك للبخار، انا محتاجاكي تجيبي فوطه وتحطي عليها ميه سخنه وتعصريها وتعملي حمام كده، فوطه سخنه للوش قبل ما نحطها، قبل ما احط، عشان ما بنسخنش الزيوت عشان ما نحولش المواد المضاده للاكسده لمواد مؤكسده. اوكي. اوكي، فمش هنسخنها، دابت احنا هي اصلا بفوطه دافيه بنحطها فوطه دافيه. وفي ناس بتعمل ايه، بتبل الفوطه وتعصرها نص عصره وتحطها في الميكرويف نص دقيقه، ايوه كام ثانيه كده تسخن. بس بشرتي نظيفه مغسوله زي الفل، احط الفوطه لحد ما تاخد حراره الوش، ياخد حراره الفوطه، وبعد كده بشيلها انشف كويس. احط بقى ده كولاجين طبيعي هايل، هايل، بيعمل امتلاء في البشره رهيب. احط منه كميه كويسه اغطي بيها وشي كله، وابتدي اعمل مساج لوشي من ربع ساعه لتلت ساعه. وبعد كده هغسل وشي بصابونه طبيعيه او بالغسول الخفيف بتاعي. بس كده. الماسك ده اقدر اكرره قد ايه؟ ممكن اعمله يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. زيوت امينه ومكونات طبيعيه هتغذي البشره، هترمم البشره، هترمم الحاجز البشره. حتى لو احنا عملنا حاجات غلط في بشرتنا، زي الناس اللي بتروح تجيب اي كريمات او اي وصفات بتشوفها تحطها على وشها، بتضر الحاجز الامن بتاع البشره بشكل رهيب. الماسك ده مش بس للتجاعيد، الماسك ده هايل اللي هتجربه. بس اهم حاجه لو هنعمله مينيموم يتعمل 3 مرات في الاسبوع، تمام، وامشي عليه مده ما تقلش عن 3 شهور. اوكي، ننتظم عليه بقى. ننتظم عليه، ناخد انتظام شويه، انتظام مع اللي احنا قلناهم، الضلوع اللي قلناها، أيوة. النظافه، دايما الحمايه، الترطيب، واعمل مساج كويس، بلاش الدعك. أيوة. مساج ناعم، ان انا برفع، ببتدي ارفع، اعمل ليفت لوشي بالشكل ده على طول وانا بعمل مساج. هنا ببتدي كده لفوق، هنا كده لفوق، عيني بالطبطبه بالشكل ده. لازم نبقى عارفين الاتجاهات عشان ما نأذيش البشره. في ناس مش مهم جدا. حتى واحنا بنشيل الميك اب لازم نبقى عارفين ازاي ده حقيقي. نستخدم ده على البشره. بشكرك على البوتوكس والفيلر الطبيعي اللي قدمتيها لنا النهارده، يعني سر من الاسرار. اتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا بيها بقى. واكيد اسهل ان احنا، هي صحيح 3 مرات في الاسبوع، بس اكيد اسهل نلتزم بيها عن ان احنا بقى نروح وندفع الالافات في البوتوكس والفيلر. بشكرك. كانت معايا استاذه ندى الهمشري، خبيره الاروما ثيرابي وخبيره العنايه بالبشره والشعر. شكرا ليكي. ميرسي شهيره. شكرا ليكي استاذه ندى، نورتيني. وشكرا لكل مشاهدينا. بكره اكيد حلقه جديده من سيداتي. شكرا لكم.